السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين يا امارات؟ جايه لكم النهارده بوصفه جميله كلنا بنحبها وسهله وبسيطه وترطب علينا كده وعلى اولادنا وعلى العيله كلها. مكوناتها سهله وبسيطه وموجوده، وهتعمل لنا كميه حلوه كده، مش هتاخد وقت معانا وسهله واضمن كمان بكتير. وهتقومي تعمليها على طول بذمتك. الذوبان ده الحلاوه ده، شوفي ناعمه ازاي زي الكريمه. متستاهلش اللي انت تقومي تعمليها دلوقتي حالا. بتسموه ايس كريم، بتسموه حليب زي الدميطة بيسموه حليب، في ناس بتسميه جيلاتي، وفي بلاد تانية بتسميه بوظة. على حسب البلاد. اكتبوا تحت انتوا عندكم اسمه ايه ومن اي بلد. يلا بينا نشوف المكونات بتاع الوصفة بتاعتنا بتاع النهاردة. يلا بينا. معانا هنا المكونات. معانا كيلو من الحليب او رتل من الحليب. تمام. معانا هنا نشا. معانا هنا كوبايه الا ربع سكر. كوبايه الا ربع دي مناسبه للكميه اللي انا هعملها. تمام. هتبقى طعمها ولا مسكر قوي ولا عادي، مناسبه. لو عايزين تقللوا قللوا، عايزين تكتروا على حسب الرغبه بتاعتكم. ومعانا هنا كيس فانيليا. ومعانا المكون اللي هيخليها زي الطعم بتاع بره، وفيها المطه اللي هي بنجيبها من بره. تمام. ده لبن نيدو اللي هو اللبن البودره ده. معلقتين كبار او كيس من اللي هو بنجيبه من السوبر ماركت. حله حطينا فيها اللبن ده هيكون بارد. تمام. هنحط السكر بالشكل ده، وهنحط المكون اللي هيخليها زي بتاع بره اللي فيها المطه الحلوه بتاعتنا، اللبن البودره. تمام. هنقلب كده. بعد لما قلبناها كويس خالص هنحط كمية النشا اللي معانا في الوصفة. الكمية دي 3 معالق كبار بتاع الاكل، اللي هي المعالق بتاع الاكل دي. وهنقلبها لحد لما تدوب خالص النشا في قلب اللبن. كل ده على البارد. وبعدين نرفع الحلة على النار، وهي على النار كده نلف فيها ونقلب فيها، ما نبطلش تقليب فيها علشان تطلع لفة وجميلة وفيها مطة كده وما تفرفتش معانا. ونستخدم في التقليب المضرب السلك اليدوي ده، اللي هو استانلس، ولا هو بلاستيك ولا هو سيليكون. ونضيف باكو الفانيليا اللي معانا في الوصفة. ونضيفه لما يكون اللبن سخن معانا كده على النار، علشان ريحة الفانيليا نعززها كده شوية. ونفضل نقلب كده على نار هادية خالص وما نبطلش تقليب لحد لما نحس اللي هي بدأت تتقل معانا واتسبكت كده وطلعت فقاقيع زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بالشكل اللي معانا ده كده تقلت بالشكل ده، وده التقل اللي احنا عايزينه. هنطفي عليها دلوقتي ونسيبها تبرد خالص خالص. وبعدين نقلبها تقلبتين كده معانا، نطلع السخونية اللي فيها ونشوف التقل اللي احنا عايزينه. نجيب معلقة كده ونوريكم اهي بردت شوية. نعمل ايه بعد كده؟ نجيب كيس اللي هو بتاع اللبن او بتاع التخزين، ونفتحه كده بالمقص ونحطه على وش المهلبية او وش الوصفة اللي احنا عملناها بالشكل ده، زي ما انا بعمل كده علشان ما يقشرش او تعمل وش وتبوظ لنا الوصفة بتاعتنا. بس نحط الكيس لما يكون الوصفة بردت كده شوية، مش ننزلها من على النار ونحط الكيس ونحطها في جنب كده لحد لما تبرد خالص ونكمل بقية وصفتنا. احنا كده سيبناها تبرد خالص. تمام. بالشكل ده هنشيل الكيس اهو اهو. ما عملتش وش الحمد لله بالشكل ده. ولما بردت تقلت معانا اهي. كده معانا الخطوة الأولى ناجحة معانا ومظبوطة زي ما أنا عايزاها. نبدأ نشتغل عليها. نجيب 8 كيلو كريم جانتي عمل معايا كوباية إلا حبة كده، ونحطها عليها. نشتغل بقى بالمضرب الكهرباء. جبنا المضرب كده وكتمنا الصوت وقلنا نسجل علشان الصوت بس والإزعاج في الفيديو. ونبدأ نضرب معانا كده بالمضرب. فعفرت معايا فطفيت المضرب وقلبته كده هو مطفي، وشغلته تاني واستمريت في الضرب. وانتوا كمان تقلبوا الكريم جانتيه في قلب الوصفة قبل ما تضربهم علشان العفرة اللي حصلت دي ما تحصلش معاكم وانتوا شغالين.
فضلنا نضرب فيه لحد لما الكريم جانتيه اختفى في الوصفة. عايزة تحطي كوباية لبن متلج في قلب الوصفة حطي. انا حطيت مكان الكوباية اللي كانت فيها كريم جانتيه كوباية مية متلجة. عندك متوفر اللبن حطي. انا حطيت مكان اللبن مية متلجة، ما فيهاش اي حاجة وهيديكي نفس النتيجة. المهم بس الكريم جانتيه بيحتاج كوباية مية متلجة او كوباية لبن متلج. المتوفر عندك حطيه وهنفضل نضرب فيه وقت حلو كده، يجي 5 دقايق كده على سرعة متوسطة لحد لما يدينا القوام اللي احنا عايزينه، اللي انتوا هتشوفوه في اخر الضرب. قربت لكم الكاميرا علشان تشوفوا من القوام اللي احنا عايزينه واللي احنا هنقف عنده نوقف ضرب. هو خلاص عليه كده، هو ده القوام اللي احنا هنشتغل عليه، خفيف ومش تقيل قوي. هنبدأ بقى في الشغل بجد وهنبدأ نطعمها بالأطعمة اللي احنا عايزينها. اي طعم عندك في الفريزر، اي فاكهة عندك في الفريزر طلعيها وهنطعمها بيها زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض في الفيديو. احنا كده خلصنا ضرب. كان عندي كيس فراولة في الفريزر طلعته كده وضربته في الخلاط، محطتلوش مية بالتلج وهو متلج كده، ضربته في الخلاط من غير اي حاجة. هحطه في بولة بقى او طبق بلاستيك عندي فاضي، والطبق اللي كان فيه الفراولة هنحط فيه كده مغرفتين من اللي احنا عملناه، المهلبية اللي احنا عملناها دي. تحط بقى الكمية اللي انت عايزاها، عايزة الفراولة اكتر، عايزة طعم المانجا اكتر، عايزة طعم الشوكولاتة اكتر، عايزة تسيبيها كده تبقى طعم الفانيليا اللي انت تحبيه. احنا هنا مالينا الطبق الكمية اللي انتوا عايزينها، وهفضيها كده على الفراولة اللي في الطبق عندنا، وهضربه بالمضرب الكهرباء علشان يتقل ويدخل في بعضه كده ويدينا اللون اللي هو اللون الاحمر. لو عايزة تعززي اللون تحطي لون احمر طعام، عايزة تسيبيه زي ما هو اللون هيكون خفيف شوية بس طبيعي. عايزة عززيه بلون، عززيه يعني ايه، تكتري اللون يعني او تخلي اللون قوي. هنبدأ نضرب فيه واللون بدأ كده يخش في بعضه ولون الفراولة بدأ يختفي وظهر لنا بقى وظهر عندنا اللون اللي هو الخفيف الاحمر الخفيف ده، وبطلنا ضرب. هنجيب معانا اي علبة تلاجة، علبة فاضية، اي علبة بنحفظ فيها الحاجة بس تكون لها غطا وبتتقفل كويس. انا جبت العلبة دي من طقم العلب بتاع التلاجة اللي عندي، جبت الحجم الصغير وهبدأ اصب فيه كده. يلا نعمل الطعم التاني هتحبوه خالص، طعم حلو. جبنا بولة نضيفة وهنحط فيها 2 دانون بالكراميل. تمام، كانت الواحدة ب3.5 ونفضيهم كده في قلب الطبق. بس الكراميل ده تحس اللي هو عادب شوية، السكر اللي فيه خفيف، سكره خفيف. هنعمل زي ما عملنا في الطعم التاني، هنجيب من الوصفة ونحط في قلب الكوباية اللي كانت فيها الكراميل ونحطه تاني في الطبق كده كذا مرة. نحط الكمية اللي احنا عايزين نكتر في طعم الكراميل تمام، عايزين نكتر في طعم اي طعمة تانية عندكم تمام. انا حطيت الكمية اللي انا عايزاها وضربتها كده بالمضرب علشان ايه يخش في بعضه ويتقل معانا شوية. هنعمل معاه زي ما عملنا في الطعم التاني. جبت كده علبة تانية فاضية وحطيت فيها، بس العلبة دي اصغر من التانية علشان الكمية دي كانت قليلة شوية. الكمية دي عملتها قليلة شوية علشان كنت جايبة كوبايتين من الكراميل، فقلت مش هكتر علشان الطعم الكراميل يكون باين فيه شوية. وهزينه بحبة كراميل كده كانوا مفايضين في قلب الكوباية بالشكل ده.
ونحطه جنب بتاع الفراولة لحد لما نعمل الطعم التاني. بتحب ايه يا مك؟ الفراولة. ماشي يا قلب. يلا بينا نعمل الطعم التاني. الطعم التاني معانا، الطعم التالت هو شوكولاتة. كل الناس بتحب، كل الأطفال بتحب، أي حد في الشارع، أي حد في الدنيا بيحب أي حاجة بالشوكولاتة، بالذات الآيس كريم بالشوكولاتة بيبقى تحفة تحفة تحفة. هو بجد هو طلع أحلى طعم أنا عملته. اي نوع شوكولاته عندكم، شوكولاته نوتيلا، شوكولاته كان الشوكولاته اللي عندي دي كانت شوكولاته خام جامده، وسيحتها شويه وحطيت عليها معلقتين لبن وجبت واحده شوكولاته ميلك وحطيتها عليها، سيحتهم مع بعض علشان الشوكولاته اللي هي القوالب دي ما بتكونش طعمها واو كده، فقلت احلي الطعم علشان يطلع زي بتاع بره. حطيت بقى كمية من الوصفة اللي انا عملتها، الكمية اللي انا عايزة اعملها قليلة كتير بقى، فقلت يا شوكولاتة فكتر بقى. حطيت بقى كمية حلوة كده اللي كانت فاضلة معايا، وضربتها كده من المضرب علشان تتقل شوية وعلشان الطعم يخش في بعضه. كل ما تضربي اكتر كل ما بتبقى ناعمة كده والنتيجة احسن. فضلت اضرب فيها كمية حلوة كده وخلصت ضرب، وجبت علبة فاضية وحطيت فيها الكمية كلها بالشكل ده. وهجيب شوكولاتة بقى وغرقها شوكولاتة كده علشان لما نخلصها وتجمد معانا ونيجي ناخد بالمعلقة الكرة اللي تطلع معانا تبقى فيها لونين، اللون الفاتح اللي احنا عملناه، واللون الغامق اللي هو الشوكولاتة. فغرقتها كده شوكولاتة، غرقتها لحد لما طلعت معايا بالشكل ده، وركنتها جنب اخواتها. دي الكمية بعد لما خلصتها. ده طعم الشوكولاتة، وده طعم اللي احنا عملناه الكراميل الحلو، وطعم الفراولة. اي طعم عندك ممكن تعمليه. تحطيها قد ايه في الفريزر؟ تحطيها من الصبح بالليل او من بالليل للصبح، ولما تيجي تطلعيها تسيبها شوية، ما تاخديش منها على طول، تسيبها شوية وتبلي المعلقة في مية سخنة، في مية دافية كده علشان تطلع معاكي كورة كده، ما تطلعش فرفيت معاكي عشان بتكون متلجة قوي. فانت تسيبيها شوية، ما تاخديش منها على طول، علشان المحلات بتاع بره بتاع الايس كريم بتكون الفريزر بتاعهم او التلاجة اللي حاطين فيها الايس كريم ما بتكونش الدرجة بتاعتها عالية زي بتاعنا، زي بتاع البيوت. فلازم تسيبيها شوية علشان تهدى كده وتفكي شوية كده، وبعدين تطلعي الكمية اللي انت عايزاها منها. وبين معلقة ومعلقة تاخديها تبدلي المعلقة تحطيها كده في مية دافية علشان علشان تبقى سهل معاكي وانت بتاخدي. بجد جربوا الوصفة دي، وصفة سهلة جدا وجميلة، وهتستمتعي بطعمها في الآخر، ومش هتندمي خالص ان انتي عملتيها. جيت اعمل هنا طعم الفراولة فكان جامد فتفرفت معايا. شوفوا الشوكولاتة، شوفوا جمالها، احلى طعم عملته، كان طعمه قوي كده وحلو وانا بحبه بصراحة. وبعدين حطيتها بقى في الكاسات الحلوة دي اللي عندي الكاسات عندي كانت بقى شكلها حلو كده. انا قلت هنا مش هسيبها كده، هزينها باي حاجة. كان عندي حبة شوكولاتة حطيت عليهم معلقة كراميل كده ومعلقة لبن وقلبتهم، زينت بيها الطبق الكاس اللي انا حطيت فيه الكراميل، وبقى شكله حلو ولطيف ويتقدم كده. هنا بقى الكاس اللي فيه الشوكولاتة جبت كده شوكولاتة صوابع كده ملفوفة، قلت هحط واحد في قلب الكاس كده في جنب يديله منظر ويبقى شكله حلو ولطيف كده في التقديم. بعد لما حطيته لقيته مستخبي كده مش باين، فقلت اشيله احطه الناحية دي احسن. واللي بالفراولة حطيت فيها شوكولاتاية كده، شوكولاتاية في قلبها نوجة كده بالفراولة، قلت هتدي شكل حلو كده. خلصنا. بجد وصفة جميلة جدا، جميلة جدا جدا. لا بجد طلعت في الاخر طعمها حلو وما اخدتش مني وقت خالص، والمكونات بتاعتها سهلة. وممكن تكون اصلا اغلب المكونات تكون عندك في البيت علشان تطلع معاكي سهلة بالشكل ده. بصي شكلها عامل ازاي، ناعمة كده. اضربي فيها لما تحطي المكونين على بعض او تحطي الطعم على الوصفة، تضربي فيها كويس، تضربوهم مع بعض كويس جدا جدا علشان
كتر الضرب هيخليها كريمة وناعمة كده معاكي في البق. طبعا هي باين اللي هي سايحة علشان قعدت اصور وقت طويل والجو كان حر فساحت معايا. بس كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. ومعلش طولت عليكم شوية، بس قلت اقول لكم الوصفة بالتفاصيل. ولو اول مرة بتشوفوا فيديو من فيديوهاتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لايك حلو كده. وهستناكم في التعليقات تقولوا لي رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد. باي باي.